السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح النهاردة زمن الماضي البسيط بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. لو انت طالب او انت طالبة لسه بتتلخبطوا في زمن الماضي البسيط، يبقى تركزوا معايا في الفيديو ده. ان شاء الله هعرفكم هو بيتكون من ايه والاستخدام بتاعه والنفي والاستفهام وكمان الكلمات الدالة، وان شاء الله هنعرف الجملة بتتكون من ايه. ركزوا معايا واحفظوا ورايا وورقة وقلم كده واكتبوا الحاجات المهمة اللي هنقولها، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اي طالب علشان الكل يستفيد، وتحطوا لايك برضو علشان الكل يستفيد، تبقوا سبب في النفع. وان شاء الله باذن الله كل طالب استفاد ان شاء الله هيبقى لكم اجر وثواب. بسم الله. الماضي البسيط من اسمه زمن ماضي بسيط، يبقى بيتكلم عن حاجة ايه حصلت وانتهت في الماضي. عندنا الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من subject و verb و object. subject و verb و object يعني فاعل زي ما قلنا قبل كده، وفعل ومفعول. تمام، فعل مفعول. طيب طالما قلنا قبل كده برضو في زمن المضارع المستمر، لو لسه ما شفتوش الفيديو على القناة هاتوه واسمعوه ان شاء الله هيفيدكم. الماضي البسيط قلنا طالما بنتكلم على زمن يبقى هنتكلم على الفعل. هو ده القصة بتاعتنا النهاردة. طيب الفعل في الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ التصريف التاني. يبقى الماضي البسيط عبارة عن ايه؟ التصريف التاني للفعل. التصريف التاني للفعل يعني ايه التصريف التاني؟ يعني عندنا نوعين من الافعال، لو الفعل منتظم ولو الفعل شاذ. لو الفعل منتظم هنضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي. طب لو الفعل شاذ يا ميس هنحفظه زي ما هو. يلا ناخده مثال. عندي كلمة زي كلمة play، الماضي منها played. طيب كلمة زي كلمة study اخرها حرف الواي يسبقها حرف ساكن، مش الدي ده حرف ساكن، يبقى الواي لما يسبقها حرف ساكن ايه اللي هيحصل؟ نحولها الماضي ازاي؟ هنكتب study هتقلب الواي الى اي اي دي، يبقى studied. طب امتى يا ميس هنضيف دي بس؟ لو الكلمة اخرها اي زي كلمة like، مش like دي اخرها ايه يبقى هنضيف لها دي بس. كده انا حولت الافعال دي كلها لماضي ماضي ماضي. طب ميس لو يعني ايه فعل شاذ يا ميس؟ يعني شكله في المضارع هو شكله في الماضي، زي كلمة cut put هي دي الافعال المحفوظة زي ما هي. او think الماضي بتاع think يعني يفكر، الماضي بتاعها thought. فهمنا كده؟ يبقى تاني، الفعل الشاذ زي ايه؟ زي كلمة cut put. وكمان عندنا الفعل يفكر اللي هو think الماضي منه thought. يبقى كده احنا عرفنا كام حاجة. التكوين بيتكون من تصريف التاني للفعل، عندنا الفعل نوعين، يا منتظم يا شاذ. بالمنتظم بنضيف له دي او اي دي او اي اي دي، والشاذ يا ميس بنحفظه زي ما هو. تمام كده؟ تمام. طب بنستخدمه امتى؟ لما نعبر عن حدث في الماضي وانتهى، حاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص. طيب النفي، انا عايزه انفي الماضي البسيط ده. طب تيجي ناخد جمله الاول. عايزه اقول مثلا انا لعبت بالكره، مثلا I play ولا played؟ هتكلم عن الماضي يبقى played. برافو، I played football. yesterday. الجمله دي ماضي مثبت ولا منفي؟ مثبت. طب انا عايزه انفي الجمله، قالك ينفى الماضي البسيط ب didn't، وفي ملحوظه على كلمه didn't بعديها بيجي المصدر. يعني ايه ميس المصدر؟ يعني الفعل بدون اضافات، الفعل بدون اضافات. يلا المثال هيوضح اللي انا قصدي ايه.
بالمثال يتضح المقال. هنقول انا عايزه اقول انا ما لعبتش كره قدم yesterday. هقولها ازاي؟ I played ولا I didn't play؟ I didn't، عشان عايزه انفي وبنفي didn't يبقى اقول I didn't. طب didn't يا حلوين، قلنا بعد didn't بيجي ايه؟ هكتب played ينفع؟ نو مش هينفع يا ميس، اصل حضرتك لسه قايله بعد didn't بيجي الفعل في المصدر، قلنا يعني المصدر بدون اي اضافات، والمصدر من played play بس. I didn't play football. نكمل بقية الجملة yesterday. تمام كده؟ يبقى تاني I didn't، هيجيلك النقط هنا يا جميل، يقولك يلا I didn't ايه هي football، play ولا played ولا plays ولا ايه بالظبط؟ لا، الميس قالت لنا قاعدة حطوها في دماغكم، معلومة تتحفظ صم، بعد didn't بيجي الفعل في المصدر، بعد didn't بيجي ايه؟ الفعل في المصدر. طب ايه هي الكلمات الدالة على الماضي البسيط؟ أول كلمة اللي احنا استخدمناها في الجملة فوق yesterday، last، ago، in the past، أو in زائد سنة في الماضي. يبقى أنا أصلا ايه اللي هيعرفني اني اختار تصريف تاني او الفعل زي ما هو امتى مثلا هعمل الكلام ده كله؟ هو ده اللي هيعرفني لو لقيت في الجملة كلمة yesterday معناها أمس، أو last يعني ماضي، أو ago يعني منذ، أو in the past يعني حاجة حصلت في الماضي، أو in زائد سنة في الماضي يعني أي سنة قبل 25. يعني مثلا 20 من 20 ل24 ونازل، دي كده سنة في الماضي. يبقى أنا لو لقيت عندي in 2024 أنا كده هختار ماضي. طيب لو لقيت 2025 ده مضارع، طب 2023 يبقى أي حاجة من أول 2024 ونازل كده أنا ماضي. ولما نيجي في 2026 يبقى كده 2025 دي ايه؟ ماضي. يبقى تاني أي سنة في الماضي إن زائد أي سنة في الماضي هنختار ماضي بسيط، اللي هو بيتكون من ايه ميس؟ بنزود للفعل دي أو اي دي أو اي اي دي لو لقيت عندي أي كلمة من دول. تاني كلمات الدالة تاني على الماضي البسيط، احفظ معايا yesterday 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 معناها أمس، yesterday معناها أمس، حاجة حصلت امبارح يعني. yesterday يعني أمس. last 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 دي ممكن تيجي في أول الجملة أو في آخرها. ago 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 بيجي بعدها ممكن سنة أو قبليها مثلا مدة ونقولك ago، أو مثلا 5 years ago من 5 سنين فاتوا. in the past يعني حاجة حصلت في الماضي. in the past in the past in the past in زائد سنة في الماضي، أو يديني in ويديني بعديها السنة صريحة زي ما قلنا وشرحنا. ده زمن الماضي البسيط بأسهل طريقة ممكنة. دي حاجات عايزاكم تثبتوها في دماغكم بس، أساسيات. تمام كده؟ طيب أنا عرفت النفي، ينفى الماضي البسيط didn't، ينفى الماضي البسيط بإيه؟ didn't. طيب يا حلوين، لو بدأ السؤال أو بدأت الجملة did، عارفين ممكن تيجي في البنكتويشن، يقولك مثلا الجملة بدأت did ويلا يقولك يلا حط علامة الترقيم مثلا did you go to school yesterday مثلا، يقولك يلا حط علامة الترقيم. ودي بتكون عاملينها اصلا الدي سمول. اول حاجة هعمل دي كابيتال، ده ايه؟ ده بنكتويشن، وفي الاخر هحط علامة استفهام مش فول ستوب زي معاك اللي قلت نقطة، مش نقطة، هنا هنحط ايه؟ question mark، علامة استفهام. ليه؟ لان لو الجملة بدأت بديد